بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رحلت أبي الغالي دون سابق إنذار ولا قبلة وداع. رحمة الله الواسعة عليك سندي وفقيد قلبي وروحي. اللهم كن له أنيسا وبه رحيما، واشمله بالعفو والإحسان والغفران. اللهم ارحمه رحمة تطمئن بها نفسه، وتفسح له في قبره، وتؤنس وحشته، وترحم غربته، واغفر له ما تعلم وما لا نعلم، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير عليكم غالياتي حبابتي، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. الفيديو تاع اليوم تاني على السريع، فيه زوج وصفات خفيفة ظريفة من دون لا لحوم ولا دجاج، بنينة تهبل تقدروا تعتبروها وصفات صيفيه وسلاكه المحاين. راح نديروا شطحه نتاع البطاطا والبيض، وراح نديروا تكتوكه نتاع البطاطا والفلفل والزيتون. نبداو باول وصفه اللي هي شطحه نتاع البطاطا. عندي هنا البنات حبات تاع بطاطا قطعتهم رقاق، شرائح رقيقه مش كيما تاع الشيبس، زايده شويه. شوفوا السمك قداه، والشريحه نقسمها على 4 كيما راكم تشوفوا. راح نقليو البطاطا تاعنا ونقليوها البنات بشويه يعني زايده حمراء كيما راكم تشوفوا. نحيوها نقطروها ونخليوها بجنب. نروحوا للقدره تاعنا دركا باه نديروا لاصوص. عندي حوالي فنجان نتاع زيت، نضيف عليه هنا 4 سنينات تاع ثوم مرحيين. راح نضيف ملعقه كبيره نتاع طماطم معلبه، ملعقه صغيره نتاع الهريسه، وراح نضيف فلفل دريس مرحي. نتوما اذا ما تحبوش الحار بزاف تقدروا تعوضوه بالفلفل حمار عادي، شويه برك تاع الكمون ما تكثروش بزاف، ملح وفلفل الكحل. يعني نورمالمون هادو هما التوابل. هنا البنات شويحه خفيفه يعني بخلطه واحده بهذا الشكل. راح نضيفوا فنجان نتاع الماء. هذا الماء البنات راح يخلي لنا الثوم تاعنا ما يتحرقناش في التقليه. التوابل ثاني نفس الشيء ما تتحرقش، والطماطم تاعنا ما تشيطناش، ونخليو لها الفرصه انها تتقلى شويه باه تنقص منها الحموضه. هنا ذوقوا الطماطم تاعكم، اذا لقيتوها باللي شويه حامضه على راس المغرف زيدوا شويه سكر. هذه هي البنات. نخليو الطماطم تتقلى، نغطيو عليها ونخليوها تتقلى حتى تولي تصفي الزيت كما راكم تشوفوا هنا. وهنا رايحين نمرقوا، نزيد 9 ورقه تاع رند ونمرقوا بكاس كبير نتاع الماء. هنا ما نحتاجوش كميه كبيره نتاع الماء لانه ما كاين لا لحم ولا دجاج، وما الصلصه نحتاجوها تكون خاطره. دركا رايحين نغطيو عليها ونخليوها البنات حتى تختار معنا بلا ما تنشف. لازم تبقى فيها الصلصه كما راكم تشوفوا هنا. في هذه المرحله رايحين نضيفوا البطاطا اللي قليناها. حطوا الكميه اللازمه على حساب عدد افراد العائله. دائما الصلصه لازم تكون كاينه كما راكم تشوفوا لانها راح تكمل تزيد طيب. نخليوها تغلي حوالي 6 دقائق 7 دقائق، من بعد نحلو عليها دائما في وجود الصلصه، ما لازمش تنشف البنات. هنا ندير فراغات ونحط فيهم العظام تاعي. هنا العظام البنات على حساب عدد افراد العائله وعلى حساب الرغبه تاعي. تحبوا تخليوا البيضه مجموله كما راهي، تحبوا تكسروا لها الصفار باه يسيح شويه، تحبوا العظام تاعكم كامل الكميه تخلطوها بالفرشاطه وتصبوها على البطاطا. هنا حتجي كانها شطحه تاع البيض. نفضل انه تحطوا البيض مجمول احسن. راح نديروا شويه ملح وفلفل الكحل فوق العظام. نزيد شويه نتاع المعدنوس ولا دبشه. انا ما كانش عندي يعني خضر جديد درت مجفف. نتوما من الافضل ديروا الحشيش يكون جديد. ومن فوق درت شويه نتاع الجبن المرحي اختياري، يعني تقدروا تستغناو عليه. نغطيو عليها ونقصوا النار نهائيا ونخليو العظام تاعنا حتى يطيبوا. هنا البنات ما تخليوهمش يطيبوا بزاف حتى ينشفوا تماما هنا، لانه من بعد رايحين كي نغطيو عليها وتبقى في درجه حراره القدره البيض تاعنا راح يكمل الطياب. شوفوا هنا لازم تبقى الصوص تكون خاطره للتغماس، يعني هذه الماكله نتاع التغماس البنات تاع الكسره سواء خميره ولا معجونه، يعني تجي بنينه من اروع ما يكون. لكن اللي يحب العظام ثاني يكونوا طيبين بزاف كما تحبوا، هذه ترجع لكم نتوما، يعني طيبوا البيض تاعكم كما تحبوا. واحد البنه خاصه اذا كانت حاره واش نقول لكم تستاهل فم حباباتي. نروحوا دركا غالياتي للوصفه الثانيه نتاع التكتوكه نتاع البطاطا والفلفل. هنا نفس الشيء في مقله ولا في قدره نتاع الفخار كما تحبوا. عندي فنجان تاع زيت، راح نحط عليه بصله تكون مقطعه جوانح، تكون ماهيش رقيقه يعني تكون متوسطه. نغطيو عليها البنات ونخليوها كما تبدا تتقلى. راح نضيف الملح والفلفل الكحل.
نضيف فلفل حمار سواء حار ولا حلو كما تحبوا حسب الرغبه، وشويه نتاع الكركم. نخلطوهم مع بعضهم البنات. نغطيو على البصل ونخليوه يتقلى معنا حتى يبدا يتكرمل، يعني يبدا يتغير اللون تاعو بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. هنا تقدروا تضيفوا قطع نتاع الدجاج حسب الرغبه، يعني صدر تقدروا تقطعوه مكعبات، جوانح عندكم تقدروا تحطوهم، هذاك العنق تاع الدجاجه ولا هذاك القفص الصدري تاع مش القفص الصدري، هذاك الجهه اللي تجي فيها غير العظام، على باليش كيفاش تسميوها. المهم تقدروا تحطوا اي قطعه باه تبنوا بها وتقدروا تستغناو عليهم البنات كما تحبوا. نغطيو عليهم ونخليو هذاك الدجاج تاعنا يتقلى شويه. من بعد رايحه نضيف هنا درت 3 حبات صغار نتاع البطاطا قطعتهم اصابع. من الافضل استعملوا البطاطا اللي تكون صغيره باه الاصابع يجيو صغار ما يجيوش كبار البنات. ضفت حبه تاع طماطم مقطعه بالطول كما كنتوا تشوفوا، وزوج سنينات تاع توم مرحيين. راح نغطي عليهم ونخليهم يزيدوا يتقلاو مع بعضهم على نار تكون دليله. من بعد رايحه نضيف قرن تاع فلفل حار خضر مقطع مربعات كبيره كما راكم تشوفوا هنا. نورمالمون هذه الوصفه البنات تجيب الفلفل الوان، اذا عندكم الاصفر ولا الاحمر من الافضل تضيفوهم. انا ما كانش عندي، كان عندي قرن تاع فلفل حلو كنت شويته وحطيته في الكونجيلاتور، قطعته وضفته هنا التكتوكه تاعي. اذا تحبوها حاره البنات ديروا معاها كربوط ولا زوج نتاع فلفل حار، راح تجي بنينه هايله بزاف بزاف. هنا ضفت من فوق شويه ملح وشويه فلفل الكحل، ومرقت بنص كاس نتاع الماء. هنا ما نحتاجوش تاني كميه كبيره نتاع الماء. تقدروا ديروا هذه العمليه البنات في كوكوط، تقفلوا على كوكوط تاعكم وتخليوها طيب، يعني على نار تكون دليله. هنا البنات زدت حبات نتاع زيتون موف، انا هذا راني رقدته في الدار، ما رقدت في الدار. نتوما اذا شريتوه من برا لازم تغليوه قداه من مره لانه راح يجي مر بزاف، لازم نقصولو من المروريه تاعو. تقدروا تضيفوا زيتون خضر، تقدروا تضيفوا زيتون كحل، هذه ترجع لكم نتوما. نغطيو عليها نقصوا النار نهائيا ونحطوها في الكانون اللي يكون الحجم تاعو صغير حتى طيب معنا البطاطا تنشف يعني وتجينا بين صوص تكون خاطره. هذه ثاني ماكله نتاع التغماسه البنات، تجي بنينه تسخف. هنا نقول لكم وصلت للنهايه تاع الفيديو، نخليكم في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده باذن الله. ما تنسونيش من خالص دعواتكم. تهلاو في رواحكم البنات، سلام.